السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نعمل بقى الفول بقى للسحور وكده. معايا هنا بصوا نص كيلو من الفول. بصوا عامل ازاي، الحباية بتاعتها حلوة وكويسة. هنزل بقى عليه بمية باردة، بلاش مية سخنة علشان تفصل القشرة. مية باردة، وهبله اقل حاجة 8 ساعات، من 8 ل 9 ساعات. بصوا هنا بقى كان عدى 9 ساعات. بصوا الحباية نفخت معايا وبقى عامل ازاي. هصفي بقى المية بتاعته واغسله كويس لحد ما المية بتاعته تبقى صافية خالص. بعد كده هنزل بنص كوباية من الفول المدشوش. انا كنت بلاها يعني حوالي ساعة، او نص ساعة كمان. نص كوباية من العدس الاصفر، ومعايا كمان طماطمية متقطعة مكعبات. هرفعهم بقى على النار وهنزل عليهم بمية مغلية، وممكن مية باردة، بس انا علشان اسرع عملية السوا نزلت عليهم بمية مغلية. بصوا بالشكل ده. هقلبهم بقى، انا غطيته بالمية. هغطي بقى الحله بتاعتي. انا حبيت ان انا اعمله في حله عشان الناس اللي ما عندهاش دماسه. انا عندي دماسه بس انا حبيت اعمله في الحله علشان الناس يعني اسهلها عليكم. نزلت بقى بمعلقه صغيره من البابريكا بتديله لون حلو قوي، ونزلت بعصير ليمون، عصرت عليه ليمونه تخلي لونه فاتح وحلو. اول بقى ما ابتدى يغلي كده عمل بص رغاوي كده على الوش، هشيلها كلها. بصوا بالشكل ده. بعد كده بقى هغطي الحله بتاعتي بكيس، اي كيسه عندك. بصوا يحط على وشها كده اي كيسه، وممكن كمان تحطي فوق الكيسة فوطة المطبخ. وبعد كده بقى هضغطها بالغطا بتاع الحلة بتاعتي. بصوا زي كده. مش هفتح عليها نهائي قبل ساعتين او ساعة ونص. لو حسيت ان هي عايزة مية او محتاجة مية هزود حاجات بسيطة. بصوا هنا بعد ما نزلت من على النار بصوا عامل ازاي، مستوي دايب، محتاجش مني اي مية تاني. اخد معايا بالظبط حوالي 3 ساعات. بصوا الفول عاملة ازاي، بجد تحفة ولونه تحفة. البابريكا مخلياه لونه حلو. جربوا الطريقة دي بجد، الفول هيظبط معاكم، وبجد طعمه هيبقى احلى من بتاع المطاعم. بصوا شكله عامل ازاي وقوامه. المية بتاعته كمان مش خفيفة، تقيلة. بصوا لونه عامل ازاي. بصوا الحباية بتاعته دايبة خالص. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بخير يا رب وصحة وسلامة. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.